السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله الفيديو غيكون مختلف. غادي ناخدو هاد لي زيطاش ديال الأوراق، ولا كما كنقولوا المساك ديال الأوراق اللي غنصاوبوا بهم هاد الأداة اللي كنحيدوا بها الكارت سيم من التليفون ديالنا. أول حاجة غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبداو هذا غادي نحلوه كله. حلوه مهم كل واحد على حسب الامكانيات اللي عنده باش يسرحهم. هادو غادي نسرحهم بهذه الطريقه. كناخذوا اي اداه تكون دائريه كيف ما غنشوفوا دابا. هكا اي حاجه دائريه عندنا كنلويو عليها السلك باش نكونوا واحد جوج دوائر. الطريقه هي هذه، وكنخرجوا هذا الشكل في الاخر. كنخرجوا هذا الشكل هذا. بلاتي نحيدو هادو باش نحاولوا اننا نبينوها. كننتقلوا للمرحله الثانيه اللي كنقطعوا فيها السلك على جوج، يعني كل دائره غادي تكون بوحدها. من غنقطعوا بحال هكا غتعطينا هاد جوج دوائر. هاد الشكل هذا شفنا كنفينيو العمل ديالنا. ودابا تنكونوا حصلنا على هاد الاداه اللي نخرجوا منها الكارت سيم بكل سهوله. وبالنسبه للناس البروفيسيونيل راه ممكن انهم يزيدوا المرحله الثانيه اللي تتكون هي انهم يديروا لها الكوايه. ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كيفاش يمشيو عند واحد المعلم راه ممكن يصاوبوا بهذه الطريقه ويخدموا بها هكا. دابا غندوزو للمرحله الثانيه حيت حنا عند معلم. غادي ناخذ سميت هذا اللحام وكنديروه بالكوايه بحال هذا الشكل. تنعاود نقولها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اللحام راه ممكن نخدموا بها بالطريقه الاولى، غير ندوروها وتكون هكا مزيانه. هذه هي النتائج النهائيه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، والفكره ديال هاد اعاده التدوير تكون عاجباكم ان شاء الله. ما تنساوناش من البارطاج و ابوني، والى فكره قادمه ان شاء الله.